بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده الفراخ بتاعتنا يا بنات عمرها 22 يوم. مفيش اي اضافات النهارده ولا على علف ولا على ميه. هنريح الفراخ. خلاص بدأنا الفراخ عدت الكيلو الحمد لله، فهنغير العلف من وسط لخشن اللي هو الناهي. بس انا ما بجيبه برضو يا بنات تركيز 21%. ما بجيبش العلف اللي هو تركيز 19. فالنهارده مجوعه الفراخ، بس ما ضفتش اي اضافات خالص. الميه بس هنحط عليها التحصينه التانية. طول الفيديوهات اللي فاتت بقول لكم اهم حاجه التحصينات. احنا بنربي في البيت، فعشان ما نتعرضش بقى للاسهالات وموت مفاجئ بقى، كوكسيديا، سموم، كل ده التحصينات. التحصينات مش هتتكلفي كتير. ازازه التحصينه 30 جنيه، بتطلع معاكي دورتين. يعني لو جايبة 10 فرخات 20 فرخة بتطلع معاكي دورتين، عشان هي بتتحط في اليوم ال12 وال13، وكمان في اليوم ال22 وال23. النهاردة هنضيفها على المية بس من غير اي اضافات يا بنات. تغيير العلف قلنا بالوزن مش باليوم. يعني انت ممكن تغيري في اليوم ال25، ممكن قبل مني لو الفراخ عندك اوزانها اكتر من كده. لكن انا وزنت النهارده ولقيت خلاص معظم الفراخ عدت الكيلو. فان شاء الله هوزن معاكم بكره، عشان يوم 24 على طول نبدأ نغير العلف. طب ما ضفتش اضافات ليه؟ هو انا لازم ما اضيفش اضافات مع التحصينه؟ لا طبعا انا ما ضفتش اضافات، عشان زي ما قلت لكم الفراخ زي كأن ابنك كده، انت معوداه على اكله حلوه. بياكل منها بياكل منها، احرميه منها شوية، لما هيجي ياكل منها تاني هياكل منها بشراسة. ف الفرخ لما اجي اغير العلف واضيف له بقى كل الاضافات اللي انا معوده عليها، البصل والعسل وكل البهارات اللي بنحطها له، فهيهجم على العلف. مش هيقول بقى لا ده مش اللي انا متعود عليه، لا مش هيتدلع، هياكل على طول. دي التحصينه بتاعتنا. ممكن تاخدوا لها سكرين يا بنات وتجيبوها. الازازه ب30 جنيه زي ما قلت لكم. تعالوا نتكلم بالمنطق شوية. احنا ليه بنحصن، وامتى نريح الفراخ، وازاي نجهزهم لمرحلة الوزن التقيل من غير اجهاد ولا نفوق. الفرخ من غير تحصينات مناعته بتكون ضعيفة، واي عدوى بسيطة بتساوي خسارة في الوزن ونفوق. التحصين بيدرب المناعة، يعني مش مرض، مش ان انا بعالجه، لا انا بحصن الفرخ تحصين قوي ضد اي مرض. الوقاية دايما اوفر من العلاج. اول تحصينة اللي هي اول 3 ايام بتكون فيتامينات ومضاد حيوي. تاني تحصينة من عمر ال12 يوم وال13 يوم بتكون ضد الكوكسيديا، ونفسها هي نفس الازازة استعملتها عمر ال22، وان شاء الله نستعملها عمر ال23. فانا من اول ما بدأنا الدورة قلت لكم اساسي معانا التحصينات ومضاد السموم. اول تحصينة دي بتكون زي حماية اولية كده من البرد، من العطس، من مضاد حيوي وفيتامينات. فيتامين عشان الاجهاد، الفرخ بيبقى جاي كده كده مجهد، وحماية المضاد الحيوي طبعا بيكون حماية من اي امراض، يخلي الفرخ ياكل كويس، وبتحسن من النمو. بداية التحصينة بتاع الكوكسيديا بقى اللي هي عمر ال 12 يوم، العمر اللي بتبدأ تنشط فيه البكتيريا اللي هي داخل الفرخة اساسا، وهي الكوكسيديا. طب قضينا عليها خلاص نوقف كده، احنا حصلنا الفرخ عمر ال 12 يوم؟ لا، بترجع ترد تاني من عمر ال 20 يوم لعمر ال 25 يوم. ممكن تلاقي الفرخ جاله اسهال. وعلى فكرة التحصينة التالتة اللي هي الأخيرة دي أهم تحصينة، يعني هي ممكن تبقى أهم من التحصينة الأولى والتحصينة التانية. لأن الكوكسيديا مرض خطير يا بنات، بتضرب الأمعاء، بتمنع امتصاص العلف، بتعمل إسهال، وبتأخر الوزن، وبتخلي فيه موت مفاجئ أو نفوق مفاجئ. الفرخة ممكن تاكل بس ما تستفدش، وده أخطر من إنها ما تاكلش أصلا. ومهمة جدا كمان في العمر ده، لان المناعة خلاص بتكون اتكونت والفرخة جاهزة تستقبل التحصين، وده بيعمل على مناعة قوية، امعاء سليمة، تحويل علف ممتاز. اهم مرحلة في التحويل بتكون اخر 10 ايام يا بنات. فاحنا لازم نريح الفرخ عشان يستفيد بعد كده بقى من الخلطات القوية بتاعة التسمين اللي هننزلها وباستمرار. يعني مش هقول لكم يوم ويوم او وقفي دي، لا، احنا الاسبوع اللي جاي ان شاء الله بعد تغيير العلف هننزل خلطات تسمين باستمرار بامر الله، عشان ناخد اكبر وزن. الفراخ يعني الاوزان اللي احنا وزناها طول الفترة دي، يعني احنا تقريبا من اول 3 4 ايام بنوزن لحد النهاردة، كل ده طبيعي. الفرخ ما بيبانش عليه وزن غير بعد عمر ال25 يوم 30 يوم.
تقدري بقى تقولي خلاص الفراخ بتاعتي ما شاء الله عليها معديه ال2 كيلو، اقل من كيلو. تقدري تحكمي على الفراخ بتاعتك بعد عمر ال30 يوم بالظبط. هنبدأ نضيف اضافات ترفع الوزن زي ما قلت لكم، وكمان نحافظ على الفراخ بتاعتنا من النفوق المفاجئ او الموت المفاجئ. فاحنا بالتحصينات دي بنقوي مناعة الفرخ، وبيبقى جاهز لاستقبال بقى اي اعشاب. انا الفرخ مش هيبقى عنده برد والبرد مدمره زي ال3 فرخات الفرز التاني اللي موجودين معانا في الدورة دي. يعني سبحان الله هم فضلوا عشان نشوف الفرق بعينينا. فده مهما تستعملي معاه اعشاب او حتى علاج بيطري هو بيفضل بالحجم ده. تيجي تبصي تلاقي الفرخ ممكن يوصل كيلو، كيلو ونص بالكتير وما يزيدش عن كده. فانت اهم حاجه لما تيجي تشتري فراخ برضو عن الاعشاب والتحصينات وكل ان انت تكوني جايبه فرخ سوبر، تهويه نظيفه، تدفئه مظبوطه، فرشه نظيفه، الدوره هتبقى معاكي زي الفل. طب حبيبتي اللي سألت وقالت ينفع اضيف رز بايت على العلف؟ هو ينفع تضيفي رز بايت على العلف، وبعد شوية كمان ممكن تضيفي عيش على العلفة، وممكن تضيفي ذرة مدشوش على العلف. بس انا قلت لكم رأيي ان انا بفضل ان انا استعمل علف في العمر من اول يوم لحد 10 ايام 12 يوم علف ناعم، بعد كده علف وسط، بعد كده العلف الناي بس يكون تركيز 21% كمان. يعني ما نسترخصش ونجيب تركيز 19%. بتاخدي دورة قريبة، دورة ممتازة، اوزان عالية. لكن انا ممكن اقولها وفر واضيف عيش واضيف رز واضيف كل الحاجات دي. على فكرة الحاجات دي كمان ما عادتش رخيصة. يعني انت لو جيتي تحسبيها بورقة وقلم، في كيلو رز من 25 ل30 جنيه على حسب الرز اللي انت بتستعمليه. العيش كمان سعره ما عادش رخيص، الذرة سعره غالي جدا. فالاضافات اللي انت هتضيفيها على العلف هتطول مدة الدورة معاكي. وهتديكي اوزان وكل حاجة، بس هتطول مدة الدورة معاكي. فانت لو حسبتيها صح من ناحية التوفير، لا انا اكل علفة في مواعيدها المظبوطة واخلص دورة سريعة باوزان حلوة، وما استخسرش في العلف. ظبطي الفراخ بتاعتك مع تنفسي، الدنيا هتبقى معاكي تمام. الفرخ لو جاله دور برد بعد عمر ال20 يوم ما بيزيدش ما بيرفعش معاكي في الاوزان، ولا دور البرد بيروح مهما تعملي له اعشاب ووصفات. فانت خلي بالك من النقطة دي. ما تعرضيش الفراخ لتيار هواء مباشر، مش كل شوية بنفتح الباب وندخل على الفراخ كده ونسيب الباب مفتوح والكلام ده. لا، هي فتحة التهوية اللي احنا عاملينها وعلى كده تفتحي الباب وتقفليه على طول وراكي. درجة الحرارة بتخف تدريجيا لحد ما توصل 24 درجة، وبنثبت عليها لحد ما نذبح الفراخ، خصوصا في البرد اللي احنا فيه ده. يعني احنا في اكتر ايام برد في السنة. حبيبتي كمان اللي سألت انت بتستعملي نوع علفة ايه؟ انا بستعمل نوع علفة اسمه القائد. مش شرط نوع العلفة اللي انا بستعمله، اهم حاجة ان انت لما تجيبي علفة تستمري على نفس الشركة لحد ما تطلعي الدورة. بلاش نشتري علف بالكيلو. بنكون عرضة اكتر للسموم، ولما بيكون في سموم كتير في العلف فبيبقى في موت مفاجئ، فبيبقى في امراض كتير. فالمكسب بتاعك كله بيروح لو انت عاملاها كمشروع. كمان لو انت عاملاها كتربية بيتي فانت بتصرفي فلوس على الادوية وعلى العلاجات كتير. احنا بنعمل حاجة في البيت عشان تكون نظيفة، طالعة من غير ادوية. فاحنا كده اصلا يعني ممكن تحسي ان فرخة المزارع احسن من الفرخة اللي انت مربياها لو فضلتي تجيبي ادوية بيطرية كتير. لكن احنا بنحاول نربي في البيت نوفر، وكمان نعمل حاجة نظيفة طالعة من غير ادوية، من غير اي فيتامينات ولا بقى حاجات تنشط ولا تكبر ولا تنفخ ولا اي حاجة. طول ما الفرشة نظيفة والتدفئة مظبوطة والتهوية مظبوطة الفرخ معاكي زي الفل، طول ما هو فرخ سوبر. يعني عشان نبقى عارفين طول ما الفرخ سوبر درجة اولى، لو انت ظابطه ال3 حاجات دول الدنيا هتبقى معاكي تمام. مع الاعشاب هتبقى زي الفل واوزان ممتازه ان شاء الله. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اي سؤال سيبولي في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليكم الفيديو اللي بعده على طول.